رجل الثلج في منطقة الحفرة ليس أسطورة بل هو حقيقة. اسمه الفضيل، أب ل5 أطفال. في هذا المكان المحش يخرج هذا الرجل من حفرته بحثا عن الحياة، وأي حياة في زمن الثلج، في مكان اعتاد أن يقطع فيه مع أبنائه كيلومترات عديدة وسط الأحراش، وصول إلى كوخ لا جيرة فيها سوى جيرة الذئاب والغربان. الذئاب يدوروا هنا، سمعت؟ الذئاب هنا دايما، ما كاينش نهار اللي دايما هنا يدوروا. ما كان صباح كي نخرج صباح بكري والله غير نلقاهم هنايا يدوروا. الحنوشه والصيف، الصيف ما تحكيش، عقارب الحنوشه الدنيا مهموره خلاص. شفتوا البيت كيف دايره كيف، لا حتى حاجه ما تعني كاينش. يعني اللي يا ربي وخلص، اللي يا ربي. صباح نروحوا على 7 تاع الليل، نروحوا ونلقاو الذئابة والحللاف، وحشية نروحوا نمشوا 5 كيلومتر الصباح، ويستنينا بابا، ونجو مع ذي العقبة والشتا والبرد، وإن شاء الله يعطيونا سخنة وفيها الدفا والماء والتريسيتي، ونكونوا قدام اليكول. في زمن البرد والثلج يبحث عمي الفضيل وسط هذه الغابة عن أغصان يابسة تدفئ يدا ولداه اللتان تورمتا من شدة البرد. الحطب نجي نكسر، كسر الحطب، ومن بعد ندي بذراعي نخش اللي خلنا نشعل اللي بيسخنوا مساكن. عارف البرد هنا دار جبلك مش خدام، ما كاش نخدم خطرات، سمعت؟ خطرات يعني خدام، خطرات ما كاش، خطرات كل خطره كيفاش. تعددت الأساطير والحكايا في زمن الثلج وفي منطقة الحفرة بين الواقع والخيال، لكن الحقيقة الواحدة هو حال عائلة مخلوفية، فهل من مغيث؟